السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد آخر من سلسلة تعلم اللغة الإسبانية مع جلال. في هذا الدرس نتعرف كلمات تبتدئ بالحرف آ. الهدف منه هو تقوية الرصيد اللغوي. لنبدأ على بركة الله. إذن هنا لدينا كلمة abeja. abeja abeja نحلة. alfombra 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 ضربية. anillo 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 وهو الخاتم. aguacate 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 هي الأفوكادو. azul azul وهو اللون الأزرق. araña 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 وهي العنكبوت. ángel 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 وهو الملاك. árbol 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 وهي الشجرة. almohada almohada وهي كلمة عربية مدمجة في اللغة الإسبانية وهي المخدة. amarillo 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 اللون الأصفر. agua 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 أي الماء. actor 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 تعني الممثل. amor 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 أي الحب. ambulancia ambulancia وهي سيارة الإسعاف. amigos 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 تعني أصدقاء. aceite 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 وهي الزيت. abogado 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 تعني محامي. ajo 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 أي الثوم. águila 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 وهو النسر. avión 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 تعني طائرة. azúcar 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 وهو سكر. ardilla 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 وهو السنجاب. abanico 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 أي المروحة اليدوية. alas 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 أي الجناحان. alcachofa alcachofa وهي أيضا كلمة عربية في اللغة الإسبانية وهو الخرشف. الآن سننتقل إلى التمارين لتطبيق هذه الكلمات. كيف نقول كلمة نحلة باللغة الإسبانية؟ فكر معي عزيزي المشاهد جيدا. نعم فكر. إذا نقول abeja. نعم أحسنت abeja. الآن كيف نقول خاتم؟ فكر جيدا.
نعم أحسنت، نقول أنيو. إذن كيف نقول الأفوكادو؟ فكروا جيدا. نعم أغواكاتي، أغواكاتي. الآن كيف نقول زربية؟ زربية. فكروا جيدا. نعم نقول الفومبرا، الفومبرا. الآن كيف نقول كلمة ماء باللغة الإسبانية؟ نعم نقول agua. أحسنت، نقول agua. الآن كيف نقول كلمة سيارة إسعاف باللغة الإسبانية؟ فكروا جيدا. نعم أحسنتم، نقول أمبولانثيا. كيف نقول كلمة مخدة؟ فكروا جيدا، نقول المودة، المودة. الآن كيف نقول كلمة محامي باللغة الإسبانية؟ فكروا جيدا أصدقائي. نعم نقول أبوغادو. نعم لدينا صورة ملاك. كيف نقول ملاك باللغة الإسبانية؟ ملاك من الملائكة. إذن نقول أنخيل، جمع نقول أنخيليس. نعم هنا لدينا صورة أصدقاء. كيف نقول أصدقاء باللغة الإسبانية؟ فكروا جيدا. نعم amigos، amigos. وهنا لدينا صورة زيت. إذن كيف نقول كلمة زيت باللغة الإسبانية؟ فكروا جيدا، نقول aceite. نعم أحسنتم، aceite. وهنا اللون الأصفر. كيف نقول اللون الأصفر؟ اللون الأصفر ماذا نقول له باللغة الإسبانية؟ amarillo، amarillo. وماذا نقول الممثل باللغة الإسبانية؟ كيف نقول له؟ نقول فكروا جيدا. نعم actor، actor. وهنا السكر. ماذا نقول للسكر باللغة الإسبانية؟ فكروا جيدا، نقول له azúcar، azúcar. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. شكرا على متابعتكم. إلى اللقاء في موعد آخر إن شاء الله.